السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي بطبيعة الحال ولائحة يونيو بطبيعة الحال، اللي موراها بطبيعة الحال لائحة شوتنبرغ. كنظن لائحة شوتنبرغ بطبيعة الحال غتختلف بزاف على اللائحة ديال يونيو. كنظن 11 لاعب اللي حاضر في هذه اللائحة ديال يونيو من المحتمل ان لا يكونوا في لائحة شوتنبرغ، وحنا عارفين لائحة شوتنبرغ غتكون تصفية كأس افريقيا الشكلية فقط. والمدرب بحال اللي اكد في الندوة الصحفية انه عنده في الوقت اللي ما يجي بزاف ديال الوقت انه باش يجرب بزاف ديال الحوايج بطبيعة الحال، لان تصفية كأس افريقيا لا تهمنا طريقة اللعب وبزاف د الحوايج. عندنا 6 ديال المقابلات بطبيعة الحال اللي ممكن يجرب فيها بزاف د الحوايج للمدرب وليد الركراكي. لا في لائحة شوتنبرغ اللي عندنا 2 مقابلات اكتوبر في نوفمبر، عندنا هاد 6 ديال المقابلات ممكن يجرب فيها، لان تصفية كأس افريقيا غتعود حتى شهر بطبيعة الحال مارس اللي عندنا فيه كنظن مقابلة وحدة، وهي غنستضيفوا المنتخب النيجر بطبيعة الحال في ارض المغرب. اذا حتى مارس عاد كنستضيفوا النيجر. بطبيعه الحال عندنا كنظن هي مقابله، وديك الساعه ممكن نجبروا مقابله وديه، ممكن ما عرفتش واش نجبروا مقابله وديه او لا ما نجبروهاش. بطبيعه الحال ديك الساعه نشوفوا شنو كاين في في شهر 3 بطبيعه الحال، واش ممكن نجبروا مقابله وديه رائعه اللي ممكن نبداو هاد اللاعبين 11. ممكن نبداو بغالب سايس لاعب الشباب السعودي وهو عميد المنتخب المغربي، شاهدناه كاساسي ضد منتخب زامبيا. لاعب صراحه الان عنده 34 عام، كنظن كمل في مارس على ما اعتقد. الان احنا في 11 يونيو 2024، صحيح تاريخ كاس افريقيا باقي ما تعرفناش عليه بتاتا، كنظن باقي ما تعرفناش عليه. اذا غالب سايس كنظن الان الشادي رياض كيوجد صراحه، وخصو يكون يبدا يشبر المكانه ديالو من الوقت بطبيعه الحال الحالي. خصو يبدا يصبر المكانه ديالو لاعب غالب سايس، عفوا شادي رياض، لان غالب سايس كيفوق شادي رياض ب 14 سنه. اذا صراحه الان الركراكي خصو يشوف كيفاش يعدل البلاصه بطبيعه الحال لاعب شادي رياض. واذا ممكن نشوفوا غياب سايس، ممكن كذلك نشوفوا غياب عبد الكبير عبقر لاعب ديبورتيفو الاباس اللي ما شاهدناش بتاتا في اللقاء ديال زامبيا بطبيعه الحال. عارفين ان الركراكي ما كنظنش عنده واحد الثقه كبيره في اللاعب عبد الكبير عبقر. شفنا شاركوا فقط في لقاء ملعب اللقاء في ملاعب كبيره مع ديك السيلاريو في ملعب صغير ما كانش نقولوا ما عرفنيش شكون لعب. شاركوا فقط في لقاء انغولا اللي فوزنا باصابه واحده لصفر بطبيعه الحال في ذاك اللقاء. اذا لاعب عبد الكبير عبقر اللي كيبقى من الاسماء اللي مزيانه انها تكون في المنتخب الوطني المغربي بطبيعه الحال. لاعب عبد الكبير عبقر اللي هو اسم رائع صراحه، ولكن كنظن ممكن يغير في لائحه شوتنبرغ لان المدرب ممكن يجرب بعض الحوايج. مشيو عند لاعب محمد الشيبي لاعب بيراميدز المصري، كذلك لاعب اللي بكأس افريقيا ما شاهدناش من اللقاء ديال الكونغو الديمقراطيه، كنظن اللقاء اللي كان يوم 21 يناير، حنا الان في 11 يونيو. كينادي على الركراكي ولكن ما كيدخلوش بتاتا لان اشرف حكيمي هناك. كنظن صعب جدا باش يكون معنا كذلك في اللائحه ديال شوتنبرغ، مساله صعيبه وصعيبه بزاف صراحه باش يكون معنا اللاعب محمد الشيبي في اللائحه ديال شوتنبرغ بطبيعه الحال. كنظن مساله صعيبه بزاف صراحه باش يكون معنا اللاعب محمد الشيبي. عم بشيو الان اللاعب الرابع بطبيعه الحال اللي كاين معنا في لائحه يونيو، ممكن ما يكونش معنا في لائحه تابيرو، سفيان امرابط لاعب نادي فيورنتينا الايطالي بطبيعه الحال. لان الان ممكن الركراكي يبدا يجرب بطبيعه الحال لاعب اسامه العزوزي، بقى يعطيه بزاف ديال الفرص باش يشوف، خاصه حنا في شوتنبرغ عندنا 2 مقابلات شكليه كيبقاو فقط، لان اصلا حنا اللي عندنا كاس افريقيا بطبيعة الحال عندنا مقابلات غير شكلية لا ما كتعنينا حتى شيء. ديك المقابلات بطبيعة الحال الركراكي طبيعة الحال الآن مراد مقابلة كونغو برازافيل عنده واحد الوقت ديال 9 أشهر ما يلعبش فيها شي حاجة مهمة، حتى لقاء النيجر اللي غيكون في المغرب بطبيعة الحال. إذا عنده وقت كافي، واحد الوقت اللي هو كافي وكافي جدا صراحة. في واحد لاعب عز الدين أناحي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لاعب بطبيعة الحال اللي واخا ما كيلعبش بزاف كنعتبروه أساسي مع المنتخب الوطني المغربي. لاعب أناحي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وأمين حارث اللي صراحة كيلعب مزيان في مارسيليا ما كيتمش المنافسه عليه. واخا امين حارث صراحه عاوتاني رجعنا لواحد الحاجه اخرى انه هي كيتنادى المنتخب المغربي، ولكن صراحه ما كيعطيش صراحه شي حاجه اللي هي كبيره صراحه للمنتخب المغربي، شي حاجه
ساطعة صراحة. ما كايناش لاعب امين حارث صراحه، لانه مده كبيره شارك معنا في مونديال 2018 ولعب المقابله الاولى اللي لعبناها في مونديال 2018 لعبها كاساسي امام ايران. المقابله انا كنا نجم باصابه واحده اصابه مش عاد لعب بلال الخنوس. كذلك ممكن عاوتاني يجرب لاعبين اخرين بطبيعه الحال، ويخلي بلال الخنوس اللي كيعيطوا اغلبيه اللوائح بطبيعه الحال ديال المنتخب الوطني المغربي. بلال الخنوس اللي هو من العناصر الشابه اللي يقدر يعطي شي حاجه كبيره صراحه للمنتخب المغربي. ممكن نشوفوه في الالعاب الاولمبيه المقابله الاولى للمنتخب المغربي اللي عنده في 24 يوليوز، حنا في 11 يونيو. وقعت بزاف بطبيعه الحال على هذه المواجهه، لا جدال ولا نقاش. المواجهه ما بقاتلاش بزاف وتنطلق هذه المواجهه ولعبوا هذه المواجهه. نمشيو الان اللاعب السابع اللي ممكن يغيب علينا من لائحه في شوتنبير بطبيعه الحال، اللي هو اللاعب اسامه الترغالي اللاعب الوهاب الفرنسي. عيطوا هذه المره ما لعبوش مع زامبيا حتى دقيقه. مرتقب ان ما كنظنش غيتشرك مع المنتخب الكونغو برازافيل لان كثره اللاعبين بطبيعه الحال. عنده خابز راهو ريشار السور ما جاوش التربص بطبيعه الحال. ان كنقدر لاعب اسامه الترغالي اللي ممكن ما يكونش معنا في لائحه شوتنبير ومر الالعاب الاولمبيه، لان في لائحه شوتنبير تكون واحد الحاجه مهمه ان الالعاب الاولمبيه سالت. ما يكونش اللاعبين الاولمبيين عندهم شي حاجه زعما يعيط من ما بغا، ما عندوش غرام ديال المشكل ديك الساعه. الان غنمشيو للاعب رقم 8 بعد اسامه الترغالي بطبيعه الحال، اللي هو اللاعب الياس اخوماش 20 سنه لاعب ريال الاسباني. لاعب صراحه ما كيعتمدش على بزاف الركراكي، دخلوا في لقاء انغولا كبديل بلعب ما عمل شي حاجه كبيره، دخلوا كبديل امام موريتانيا كذلك ما عمل شي حاجه كبيره. امام زامبيا ما لعبوش ولو لدقيقه واحده بتاتا بطبيعه الحال. اذا الياس اخو مش ما خصو صراحه يبقى يعطيه بعض الفرص. هادشي اللي كاين صراحه. الياس اخو مش خصو يعطيه بعض الفرص، هادشي اللي كاين. غنمشيو الان للاعب رقم 10 بطبيعه الحال بعد سالينا رقم 9. غنمشيو الان لاعب رقم 10 عفوا سالينا 8. غنمشيو الان رقم 9 اللي هو حكيم زياش لاعب غالاتا سراي التركي. عنصر صراحه الان كنشوف انا كيعرقل اللاعب المنتخب المغربي اكثر من كيساعد المنتخب المغربي، باش نكونوا منطقيين ونكونوا كنهضروا نيشان صراحه، باش كل واحد نعطيوه الحق ديالو بطبيعه الحال. صراحه كنشوف انا كيعرقل اكثر من اللي كيعطي شي حاجه للمنتخب المغربي. هادشي بدون نقاش وبدون جدال ان حكيم زياش يكونش معنا ويكونش على حد تنبيه عفوا. ونجربوا بعض الخطط الاخرى بطبيعه الحال، لان ابراهيم دياز من يعملنا جناح ايمن على العطاء الغزير صراحه بدون اي نقطه شك صراحه. الان غنمشيو للاعب رقم 10 بطبيعه الحال اللي ممكن ما يكونش معنا في لائحه شوتنبير، يوسف النصيري لاعب اشبيليه الاسباني اللي صراحه المدرب الركراكي عطاه فرص كثار من اللي كيستحق، ولكن بعض الاحيان كيكون لك في المستوى، بعض الاحيان ما كيكونش في المستوى، وبزاف المرات ما كيكونش في المستوى صراحه. اللاعب يوسف النصيري لاعب اشبيليا الاسباني. اذا كنظن انا صراحه عطاه الركراكي بزاف ديال الفرص. كنظن ممكن الان صافي ممكن في لائحه شوتنبير ما نشوفوش اللاعب يوسف النصيري، نشوفوا مهاجمين اخرين اللي جربوا من الركراكي واخا ما عندوش بزاف الوقت الان اللي غيشوف اللاعبين، لان نهايه الموسم الصيف ممكن يشوف الالعاب الاولمبيه وصافي بطبيعه الحال. غنمشي للاعب الاخير بطبيعه الحال اللي ممكن ما يكونش معنا كذلك، هو راس حربه بحال يوسف النصيري ايوب الكعبي يلعب اولمبياكوس اليوناني بطبيعه الحال، اللي من العناصر اللي صراحه المنتخب المغربي عطاه بزاف ديال الفرص. ايوب الكعبي باش ما نقولوش راه شارك معنا في مولديال 2018 صراحه، ولكن اهم حاجه اللي عملنا لنا الكعبي وللاسف من داك الحلم ديالو يمكن حنا ما استفدناش منه. ضيع اشرف حكيمي اللي دبرنا ضربه جزاء في لقاء جنوب افريقيا بطبيعه الحال، كان دبرنا ضربه جزاء صراحه. هذه الحاجه اللي كان عامله مزيانه اللاعب ايوب الكعبي لاعب اولمبياكوس اليوناني. اذا كيتبقى ايوب الكعبي من العناصر الجيده اللي ممكن تكون في المنتخب المغربي، وممكن واخا يغيب في لائحه شوتنبير ملي يثبت راسو يعيط له مثلا في لائحه اكتوبر او في لائحه نوفمبر ما كاينش غرام ديال المشكل. بطبيعه الحال هادشي اللي كاين على لاعب ايوب الكعبي اللي فاز بكاس المؤتمر الاوروبي مع الفريق ديالو اولمبياكوس اليوناني. غنشوفوا واش غيتحول لاوروبا ولا يمشي قطر. بزاف الاصدقاء كيقول لك غيرجع الدوري على قطري بحال اللي كان في السد القطري.
هادشي اللي كاين. شكرا خوتي على المتابعة ديالكم، والى اللقاء والى فيديوهات مقبلة.